السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع زينب فقيه وأكلة جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض عدس التركي. العدس التركي معايا ربع كيلو عدس أصفر. غسلته طبعا كويس وصفيته أهو. غسلته وصفيته كويس، لازم يتغسل كذا مرة عشان العدس دايما بيبقى فيه ريحة، وتلاقوه حتى في الأول عمالة يطلع المية بتاعته بيضة. يتغسل كويس لحد ما تبطل المية البيضة دي تطلع. ماشي، ده اول حاجة. ربع كيلو عدس. معايا 4 حبات طماطم حمر، وواحدة جزر، وعود كرات، وبرضو عودين كرفس هم، بس انا قطعتهم اي تقطيعة كده، لسه هنقطعهم تاني. بصلاية، تمام. وواحدة بطاطساية. دول هيتحطوا مع العدس على النار. هنشوف دلوقتي الخطوات واحدة واحدة. برضو توم، المكونات بتاعته كلها بنقولها اهي. وكمان معانا كزبرة خضراء ونعناع اهو، مش شوية، مش ربطة كاملة، لا شوية وشوية. ماشي، هنشوف. نيجي للتوابل بتاعتنا. التوابل ربع معلقة صغيرة ورق اللورة على حبهان مطحونة، ومعايا معلقة كمون كويسة. العدس يعني أكتر حاجة طبعا بحبها الكمون، وبرضو معلقة كزبرة، ونص معلقة فلفل أسود. المقادير دي معلقة الشاي. هنروح على الغاز وهنشوف ايه هنعمل. انا هقطع الحاجة دي الأول وأوريها لكم، لأن هنقطع أي تقطيع. وشايفين الجزر أي تقطيع، بس لأن ايه هنحطه مع العدس يتشوح. ماشي، أي تقطيع. نفس القصة البصلاية. تمام، نفس القصة ايه البطاطس والكرفس. العدس في الشتاء، يعني انا قلت الدنيا برد بقى ايه، هو ده احسن حاجة. يعني شوربة العدس بتبقى تحفة في الشتاء وفي البرد، والواحد ايه بحبها قوي اكتر من الصيف. كله هقطعه كده. ماشي، وهنشوفه على الغاز بعد كده. حطيت الحلة على النار. دلوقتي هحط معلقة سمنة اهي، ممكن نحط شوية كمان عشان نشوح الحاجة فيها. دلوقتي الحلة اهي السمنة ساحت معايا. هضيف بقى ايه البصل والبطاطس والجزر والكرفس والكرات كله كده مع بعضه. وكمان هضيف فصين توم من التوم اللي انا ايه مقشره، عشان في توم لسه هنحتاجه في الاخر. الحاجة اتشوحت معايا كويس على النار اهو. ماشي، هنضيف العدس دلوقتي. تمام اهو. هضيفه وهشوحه كويس معاهم برضه، عشان يبقى طعمه احسن بكتير من ان يتحط في المية على طول. يعني مش حلو ان انا احط العدس واحط عليه المية واروح حطاه على النار، كده بيتشوح بيبقى طعمه احسن. وهو بيتشوح كده هضيف عليه التوابل. ادي نص معلقة الفلفل الاسود، وادي ايه ربع معلقة الورق اللورا. دول اللي احنا هنضيفهم دلوقتي. الكمون مش دلوقتي خالص عشان ما يمررش معانا في الاول. شايفين بيتشوح بيبقى شكله حلو جدا وطعمه. دلوقتي شوفوا، حاسه ان ريحته بقت حلوه وتشوح كويس وكده. هضيف الطماطم عليه. قطعتها هضيفها. تتشوح معاه شويه، نضيف الميه. دلوقتي بعد ما اتشوحت الطماطم برضو معاه كويس، هضيف الميه يعني مش لازم مقدار معين.
حسب تبقى بالويم كده. هنشوف مع بعض. حطاله ميه بتغلي يعني. طبعا هيعوز شويه تاني. تمام، هيعوز برضو لان هو هيغلي وهيتقل. هغليله شويه ميه تاني واضيفهم عليه. كده العدس خلاص استوى اهو. طالما الجزر والبطاطس اللي فيه ندوس عليها كده اهي، شوفوا استهرت ازاي. يبقى كده ايه ان شاء الله خلاص. انا هطفي عليه دلوقتي واسيبه يبرد، عشان ايه بعد كده هنضربه بالخلاط ونكمل نشوف هنعمل ايه. دلوقتي عبيته اهو، هضربه بالخلاط بعد ما هدي شوية. طبعا ما بضربوش نعمه قوي، لازم يبقى خشن شوية. ده غير المصري. هنشوف مع بعض. يعني بديله ضربة كده وبطفي الخلاط على طول، ضربة صغيرة وبطفي الخلاط على طول. اهي رجعتها على النار. شايفين مش يعني مش زي العدس المصري بتتصفى، لا. هي بتتضرب شوية وبتبقى خشنة، شوربة العدس التركي، وبتبقى ايه مش متصفية، بتبقى خشنة شوية. لسه هتغلي وهنشوف هنكمل مع بعض ايه تاني. دلوقتي قرب العدس يغلي، الشوربة تغلي. انا حطيت هنا طاسة على النار، هحط بيها معلقة سمنة اهي. لما تسخن هنشوف هنعمل ايه. تمام. انا هنا معايا الكزبرة الناشفة اللي كنت قلت عليها المعلقة في الاول في المقادير، والثوم. حطيت فصين مع الشوربة، ودول هنعمل بيهم ايه طشة. ماشي. انا حاطه مع دول شوية ملح، وهحط كمان رشة ملح هنا. عشان ايه؟ طبعا وكل واحد بيدوق يشوف، لان الملح ايه ده حسب كل واحد وذوقه في الملح، يعني حسب ما بيحب الملح بتاعه عالي او لا. ماشي. لسه معانا الكمون بره برضو. انا هو الثوم بالكزبرة مش عايزة احمره قوي، خليه معقول. هنزل عليه ايه بالكزبرة الخضراء والنعناع اللي انا فرمته. كانوا معايا في الاول، قلت لكم معايا كزبرة ونعناع، فرمتهم اهو ناعمين، وهنزل عليهم. تمام اهو. ياخدوا شوية معاها، نضيفهم على العدس. ودي الطشة اهي، ريحتها ما شاء الله تحفة. اخر حاجة معانا ايه الكمون اهو، معلقة الكمون. هنقلبهم كويس ونشوف ملحها. وبألف هنا وشفا، تحفة. جربوها هتعجبكم. قيمتها الغذائية عالية جدا، فيها كل حاجة زي ما شفتوا ما شاء الله يعني. هي بتغلي كده خلاص، هطفي عليها. دلوقتي هغرف الشوربة اهي. ما شاء الله طالعة، اللهم بارك، تحفة ولونها تحفة. يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا ايه لازم الليمون مع الشوربة. ماشي. واكيد اكيد العيش المحمص اهو. طبعا ايه يعني ملهاش حل. وشوفوا قد ايه هي شكلها حلو. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. ما تنسوش تشتركوا بالقناة، واستنونا مع زينب فقيه وأكلة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.